السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل الكشري في الحلة الواحدة. يلا ندخل الفيديو ونشوف طريقته، سهلة وبسيطة مع بعض. قطع البصل جوانح او شرايح بالطريقة دي، وراح ارش عليه دقيق عشان يتحمر ويتحمص ويبقى ليه قرمشة جميلة. هنقطعه شرايح كله وهنحط الزيت على النار يسخن. وبعد كده حطيت طبعا نفض الدقيق من البصل عشان ما يبقاش يتحروق فيه البصل كده. شوف اتحمص وبقى مقرمش وجميل. هنحطه على مصفى عشان الزيت الزيادة ينزل منه. هنطلع كله واحط احمر. حطيت الزيت اللي احنا قلينا بيه البصل، هحط عليه الشعرية. حطيت عليه الشعرية تتحمص الاول، وغسلت الرز وحطيت كمية الرز عليها وهنشوحها برضو الطريقة دي. وكنت نقع العدس الاسمر بالطريقه دي وحطيته عليها نقع بس مش سلق، ان كله يستوي مع بعض. وحطيت ملح وفلفل، وحطيت كمان مكعب مرق. لو عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه ما تحطوش. وحطيت كمان رشه كمون عشان العدس. وطبعا حطيت ميه سخنه نشرب بيه اللي هو الرز. وكسرت كمان المكرونه الاسباجيتي، وحطينا المكرونه كلها كده مع بعض، ما نحطهاش بطولها، وغطيناها لغايه ما تغلي. هنعمل الدقه الصلصه الحمراء بتاعت المكرونه. هحط فصين توم مع الزيت يقدح، وحطيت عليهم معلقه صلصه وكمان عصير الطماطم. وهكمل كوبايه ميه كده سخنه، وهسيبه لغايه ما يستوي، لغاية ما يفصل وتتسبك. وحطيت ملح وفلفل معاها. هنعمل كمان الدقة البيضة. هحط كمان المرة دي مش هحط بيها بالزيت، هحط على طول مية سخنة، وهحط فيها 4 5 6 فصوص توم. هي بالتوم حلوة. وهحط كمان عليها معلقة كمون كبيرة، وهحط ملح، وهحط كمان ربع كوباية خل عليها، واسيبها تدخل كل النكهات في بعض. وبعد كده هطفيها. هنعمل الشطة. هنجيب برضو الزيت اللي هو حمرنا فيه البصل، وهحط معلقة كبيرة شطة نحمصها فيها كده. وبعد كده نحط عليها نص كوباية من الصلصة اللي عملناها، الصلصة الحمراء والصلصة البيضاء، ونسيبها مع بعض. وكده عبينا كمان الصلصة اللي هي الشطة، وكمان عبينا اللي هي الصلصة البيضاء. وهنقدم الكشري كله بالطريقة دي حلو ومفلفل وكله جميل خالص، وفي حلة واحدة. وكمان عملته من غير حمص، والكشري جميل. وحطيت معاه الليمون والدقة جنبيه والبصل المحمص المقرمش. ويا رب يعجبكم الفكرة النهاردة وتجربيها وتعجبك، ونجربتيها وعجبتك